اهلا بيكم متابعين قناه مزايا. معاكم ابو كنزي النهارده في حلقه جديده. احنا النهارده في جمعيه احمد عرابي عند خالد صالح روتوايلر. هنرخم عليه بقى وهناخد منه عروض، نشوف هنوصل معاه لايه، جوازات بقى، خلفه، ايا كان الدنيا هنا ماشيه ازاي، هنفرجكم عليها كلها واحده واحده كده. يلا بينا. مكملين معاكم يا جماعه، معاكم ابو كنزي على قناه مزايا. احنا النهارده قلنا عند خالد صالح روتوايلر، مستويات الله اكبر. هنفرجكم على المستويات النهارده عند خالد صالح عامله ايه، وهنتعرف الاول ونعرف الناس على استاذ خالد صالح. اخبارك يا باشا؟ الحمد لله. عامل ايه؟ تمام. منور الدنيا يا باشا. نورك والله. حبيبي ربنا يعزك. خالد صالح، احنا مكاننا فين الاول؟ احنا هنا في خط 11 في العبور، خلف كارفور العبور. تمام. طيب انت قلت لي مزرعتك هنا قايمه على الانتاج، تمام صح كده؟ طب قول لي الموضوع هنا ماشي ازاي؟ انا مزرعه روتوايلر. تمام. معتمد على الانتاج، انتاج الروتوايلر. مهتم بتحسين السلاله. تمام. يعني مثلا انا عندي مثلا الدكوره بتاعتي دي الاساسيه، عندي 4 دكوره. عندي النوتي برضو بتاعتي الاساسيه. تمام. في ناس مثلا بتبقى واخده مثلا مني نوتي، في ناس بيبقى عندهم نوتي عايزين برضو ان هم يطلعوا انتاج اقوى من اللي عندهم، فبييجوا مثلا بالنوتي بتاعتهم كجوازات يجوزوا من الدكوره اللي عندي. فانا مثلا على حسب بقى النتايه بقى مثلا كشكل، لو نتايه مثلا من غير ورق ببدا ابص للشكل بتاعها واني انسب ذكر عندي هيناسب معاها، علشان خاطر نقدر ان احنا الجراوي يطلعوا شكل احسن من اهاليهم. تمام، اللي احنا بندور عليه يعني بعد بالظبط. الاشكال عموما الجديده اللي احنا بندور عليها، سواء بقى جبت طبعا يعني معروف الاشكال الجديده، الجزء اللي هو المكتوم، العريض واخد رسمه الوش، القوره، الحجم، الكلام ده كله. تمام. لو انا كده الحمد لله يعني الدكتور اللي عندي كلهم بالبيدجري، الاوراق بتاعتهم اللي هي شهاده النسب. تمام. لو النتايه مثلا برضو نفس الكلام، برضو البيدجري اللي هو شهاده النسب، ببدا اشوف اني انسب دم من الدكتور اللي عندي هينفع مع دم النتايه. مع دم النتايه. تمام. ونبدا اللي احنا نجوز ونشوف بقى الانتاج بيبقى طالع عامل ازاي. تمام. ده انت طيب انت بتستقبل اصلا نتي بتخلف عندك هنا؟ يعني غريبه تيجي عندك تخلف عادي ولا لا؟ يعني في ممكن نوتي اصحابهم مثلا ما يبقاش مثلا عندهم مكان ان هم ينتجوا فيه، بستقبلهم عادي. لو انا الدنيا عندي متاحه، لان انا برضو عندي برضو النوتي بتاعتي اوقات ما بيبقاش عندي مكان، لان برضو موضوع الانتاج عموما او موضوع التحضير محتاج مكان. ما ينفعش مثلا يعني انا ما بحضنش مثلا في المزرعه. تمام. لا، انا معظم التحضير مثلا بيبقى مثلا في البيت. تمام. بس فلو المكان عندي فاضي فخلاص ما فيش مشكله، بستقبل يعني نوتي يحضنوا وكده. طب خالد، احنا اللي نعرفه ان الكلب الروت الذكر لما بيجي يتجوز، على قد ما بتقدروا بتاخروه شويه في الجواز، ونعرف كمان ان هو سنه بيمسخ كتير، صح؟ تمام. ايه بقى التفاصيل دي كامله بعد اذنك؟ بص، هو المفروض الذكوره بتتجوز اول جوازه من سن 1.5 سنه. تمام. بس برضه بترجع على حسب الذكر. يعني انا عشان خاطر مهتم برضه بقصه الشهات والكلام ده كله، فطبعا الشهات بيبقى مطلوب ان الذكر يبقى ليه بيبقى ليه ستاندر معين كطول كحجم، وبالذات الطول. فانا ما ينفعش مثلا ذكر عندي شايف ان طوله خلاص بدا ان هو يوصل للمسموح كشهات وافضل سايبه ما جوزوش. لا، انا في ذكر عندي مجوزه مثلا هي عنده سنه وشهر. ليه؟ لان لقيت خلاص طوله بدا ان هو يعدي المسموح كشهات، فخلاص لازم اوقف النمو بتاعه. هو طالما اتجوز يعني بيوقف نمو. بالظبط. تمام. طيب سن المساخه بالنسبه للجرو والروت ممكن يبدا من اول قد ايه مثلا؟ بيبدا من اول 2.5 شهر كده. يبدا يختفي تاني امتى؟ بيبدا بقى يختفي يعني مثلا من سن 10 شهور يبدا يروق شويه تاني. يبدا ان هو اعتقد برضه بعدها يمسخ تاني ولا؟ بيبدا يمسخ تاني برضه، بس بعد ما بيتجوز خلاص. يعني بعد لما الكلب ما بيتجوز او النتايه عموما بيبدا يخشن. النوتي كمان لما بيجوا يخلفوا والكلام ده كله خلاص بيبداوا ان هم بقى جسمهم بقى يبدا يخشن، وشهم يبدا يخشن، الجسم يبدا يدور، الكلام ده كله يعني. تمام. بس طب بما انك قلت لي ان انت هنا معتمد على الانتاج اكتر وبرضه على الجوازات والجراوي دي انتاجك، انا عايز افهم بقى القصه دي ايه، الحاجات الحلوه دي، الله اكبر العسليات دي. ربنا يخليك حبيبي. دولت نتايتين. تمام. دولت انتاجي، امهم برضو انتاجي. تمام.
ابوهم كوزموس، ده خط دم تيم التوج، تمام. حفيد دكتور تيم التوج اب وام. ما شاء الله. تمام. دكتور تيم التوج دوت غني عن التعريف على مستوى العالم. ما شاء الله. الام بنت ذكر عندي اسمه هور، كان برضه معتمد عليه في الجوازات بقى لي فتره. ففيها برضه يعني انا شفت ان الخط الدم بتاع كوزموس عشان خاطر في دم تيم التوج، والنتايه عندي برضه نفس الكلام، فركبت الدم بحيث ان انا ايه ابقى مقرب شويه من حته الجدود، بحيث ان انا اشوف شكل الجراءه تطلع عامله ازاي. والحمد لله يعني ما شاء الله الجراءه طالعه يعني ما شاء الله يعني حاجه جميله يعني. الله اكبر. ده عمرهم قد ايه؟ دول عندهم النهارده كده يعني داخلين في 4 شهور، 3 شهور ونص 4 شهور كده يعني. تمام. هم مواليد شهر 27/10. 27/10. تمام. الله اكبر. دول انت قلت لي انت شايلهم ليه بقى؟ دولت شايلهم لنفسي بيهم بقى ان شاء الله اعتمد عليهم انتاج 2024 ان شاء الله. شخصي بالمزرعه ان شاء الله. صح كده؟ انتاج المزرعه يبقى من دول ان شاء الله رب العالمين. بالظبط. ربنا يكمل على خير ان شاء الله. ربنا يخليك. هم طبعا دلوقتي بدأوا ان هم في سن المساخه. بس يعني زي ما انت شايف كده ما شاء الله يعني الجمجمه البوز الحمد لله يعني ما فيش مثلا حاجه مبوزه. ايوه. زياده عن اللزوم. رسمه الوش. الجلد برضو. قصه الجلد دي برضو ان هي تبقى اوفر قوي، دي برضو بتبقى عيب برضو في القط، لان في ناس كتير قوي بيبقوا عايزين مثلا الكلب ضخم مشلضم مش عارف ايه. طب احنا معلش ده ملوش علاقه بالقط، احنا كده دخلنا في الماستيف. مساتف. فلا القط معروف بيبقى ليه كل حاجه ليه لازم تبقى ستاندرد. تناسق يعني. تناسق بطريقه معينه. سواء برضو لون العين، سواء كذا حاجه يعني كذا حاجه في الشخصيه، الحاجات دي كلها بتفرق قوي يعني. ما شاء الله. الله اكبر. تمام. طب احنا بالنسبه بقى للكاسات، احنا دخلنا لقينا مزرعه كاسات غير مزرعه الكلاب. ما شاء الله. احنا فكرناك بتبيعهم وقلت لي لا باخدهم جوائز. دي جوائز واخدها في مسابقات دكوره ونوكيا عندي. تمام. يعني انا تقريبا من اوائل الناس اللي قالوا يا شوهات في مصر 2000 ولما بداوا شوهات تقريبا بداوا كان في 2010. تمام. كنت انا من اوائل الحضور برضه في قصه الشوهات والكلام ده كله. ما شاء الله. كنت انا بدات اصلا في الجط كان برضه 2000 يعني اوائل 2010. تمام. الشوهات ديت بدات تتعمل في اخر 2010. تمام. فكان عندي برضه ذكر كنت مربيه. لقيت موضوع الشوهات دوت بدات ان انا انزل. الحمد لله حقق ساعتها مركز. بعد كده جبت نتايه نفس الكلام برضه. وهكذا بدا الموضوع بقى ايه دخل في شغلك. دخل معايا بقى ايه الناس عايزه اتجوز. بدا يبقى عندي جراوي، ناس تسالني على جراوي الكلام ده. والحمد لله دلوقتي الحمد لله دلوقتي الحمد لله عندنا في المزرعه 4 ذكوره ما شاء الله. وفي ذكر خامس يعني لسه جايبه برضه الاسبوع ده، بس لسه جاره صغير مش موجود هنا في المزرعه، حاطه معايا في البيت. ما شاء الله. فدوت برضه ان شاء الله في 2024 هنعتمد عليه ايه كجوازات يعني. تمام. هينفع برضه للنوتي ايه كانتاج، هينفع للنوتي الصغيره دي. ما شاء الله. الله اكبر. ربنا يبارك حبيبي. ربنا يخليك. طب الذكوره والكلاب اللي موجوده هي اللي واخده الكاسات دي ولا كلاب ثانيه مشيت؟ في كلاب ماتت. تمام. وفي كلاب موجوده برضه. طيب هنعرف برضو الناس كل كلب خد ايه وعمل ايه. صح كده؟ واحنا واقفين قدام الكلب نفسه. عايزك تقولي طب انت عندك هنا اقامات او عندي اقامات. تدريب برضو موجود تدريب. بس يعني انا مدرب بيبقى على حسب ايه الشغل اللي موجود. مثلا كلب مثلا جاي تدريب فببدا اتفق معاه ان في كلب جاي تدريب بيبدا ان هو يجي يظبط مع العميل، يجي يبص على الكلب. تمام. هو مش مقيم معايا في المزرعه يعني المدرب. بس هو بيجي يستقبل الكلب. بيجي يستقبل الكلب او يدرب هنا وكل حاجه بتبقى هنا في المزرعه يعني. بيبقى كل حاجه بتبقى تحت اشرافي يعني. تمام. طيب ده بالنسبه للتدريب. بالنسبه للاقامات عندك ايه؟ عندي اقامات برضو. تمام. هنا برضو في نفس المكان يعني. تمام. طب احنا قلنا كنت بقول لك انا ان احنا هنحتاج بقى ناخد حاجه للناس اللي اكيد طبعا هنعمل ايه يا باشا؟ خصم 50% لاي حد هيجي من قناه مزايا ابو كنزي يعني. ابو كنزي موضوع اتطور. 50% يا جماعه. ما اعتقدش هنلاقي الكلام ده والله، حتى لو انا لنفسي مش هلاقيه عند حد من صحابي يعني. بس ماشي يا كبير. تسلم. قول لي طيب احنا دلوقتي هنقوم نبص نفرج الناس على المزرعه، نفرج الناس على البوكسات. تمام. عشان لو في حد عايز اقامات. تمام. هنوري الناس برضو الكلاب اللي واخده الجوائز دي شكلها ايه. تمام. تفاصيلها ايه. تمام كده. قلنا دولت
خلاص كده موضوعنا خلص عن الجرويتين دول. تمام. وان شاء الله رب العالمين نيجي نصور بقى بعد كده ان شاء الله مع انتاجهم ان شاء الله. نقصر الحال ان شاء الله. هنقوم يا جماعه نوريكم البوكسات ونوريكم باقي المزرعه والديكوره بقى اللي هي بتاعت الجوازات اصلا والنيتشي والامهات اللي موجوده. خليكم معانا، يلا بينا مكملين معاكم يا جماعه. احنا النهارده عند كابتن خالد صالح في روتوايلر، هنخش نتفرج على البوكسات جوه ايه الدنيا، ونتفرج بقى على الكلاب ونتكلم على كل كلب واحنا واقفين قدامه عشان يبقى التفاصيل باينه اكتر، عشان عدد الكلاب ما نطلعش كلب للناس، لا احنا نتكلم قدام الكلب افضل، هيبقى اسهل على الناس شويه. يلا بينا كوتش. اتفضل يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده بدأنا عند البوكسات، هنبدأ من هنا. تقريبا دي الجرويتين اللي كانوا معانا، هنبدأ من عندهم اللي كانوا معانا. تمام. ده هنا البوكس بتاعهم. طبعا انا فارش لهم ان القش دوت عشان خاطر الجو الشتاء، فالقش برضه يدفيهم. بيبقى سهل برضه في قصه التنظيف. بس هو اهم حاجه ليهم طبعا ايه؟ السقعه. الدفى يعني. الدفى بيبقى احسن. لو دلقوا الميه برضه القش دوت ايه يشرب الميه عشان ما يجوش قاعدين على الميه، لان طبعا جو صغيره فسهل جدا ان هم ايه يتعبوا على طول يعني. تمام. بس دي بقى امهم. دي الام؟ دي باندا، دي برضه انتاجي. ما شاء الله. دي انتايه برضه عندي تانية انتاجي. ابوها عندي وامها برضه عندي. تمام. دي عمرها قد ايه؟ دي عندها سنتين. دي انتجت منها مره واحده وما شاء الله برضه كانت جايبه جراوي تحف. تمام ان شاء الله. طيب تعالى بقى نطلع واحنا ماشيين كده نوري الناس برضو ايه موضوع الكاسات اللي احنا واخدينها دي. تمام. احنا قلنا ان احنا من زمان قوي هنا شويه، صح؟ الحمد لله. قبل ما نوصل كده لباقي الكلاب احنا خطفنا كده بوكسين جوه، فعايزين نكمل بقى للناس حته الاول المهرجانات دي. تمام. احنا مش فاهمين حاجه. ده كان مهرجان اليف مثلا. ده كان مهرجان اليف. هنا ده كانت ميداليه كنت واخدها في شو 2012 مكتوب عليها التاريخ، صح؟ في 2012. ديت ده كان شو تبع الاي كي اف. كان تقريبا ده كان تاني شو معمول في مصر. تمام. كنت واخد فيه، كان ذكر عندي بس مات، كنت واخد فيه مركز اول. تمام. في برضو الايجيبشن روتوايلر كلاب. دي كان في 2012 تقريبا. عندي منهم 3 ميداليات. كان عندي ساعتها اتعمل تبع الايجيبشن روتوايلر كلاب تقريبا كان 3 شوهات. فانا نزلت شوهين بس منهم، كان بذكر وانتايه. ذكر كان واخد اول وانتايه كانت عندي واخده تاني. والشو التاني اللي عملوه كانت نتايه وكانت واخده تاني. تمام. في برضه ديت في 2013 كان شو تبع الاي كي اف اسمه ارامانت دوج شو. ارامانت يعني نوع ارامانت ولا اسم الشو كده؟ لا هو بيبقى كل شو بيبقى ليه اسم. بيبقى مسمينه باسم. تمام. بس هم معظمهم برضه بيبقى ايه اللي هي الاشكال الفرعونيه ديت على اساس ايه مصر يعني. دوت مثلا انوبيس اهوت 2012. تمام. ده شو كان في 2012 ده كان في 2012. تمام. لا في حاجات كتير برضو. كان عندي برضو الجرمانات برضو. كان عندي انتايه جيرمان. يعني انا مربي انتايه جيرمان لنفسي مش للانتاج حتى كمان. بس وقت لما بيكون مثلا في خلفه منها او جوازه بجوزها وبيبقى فيها خلفه منها برضو. وده حورس 2014 ده برضو كان تبع الاي كي اف كان 2014. تمام. في كذا حاجه يعني. في كذا مسابقه الحمد لله يعني. الكوره موجوده برضو. في عندي هوريكان وكان واخد برضو اول. كان الكاس ده تقريبا كان بتاعه. كان الكاس دوت. تمام. في عندي دكوره موجوده وفي دكوره ماتت طبعا لان الموضوع بقاله كتير يعني. انا اول كلب ربيته كان 2009 فاللي هو ميت بقاله سنتين مثلا. تمام. بس فدي معظم ايه الكاس الكبير قوي ده بقى؟ ده ايه ده؟ ده كان بيست اوف بريد دوت. كنت واخده ساعتها بنتايه. كان شو معمول تبع الاي كي اف. هي كانت واخده احسن كلب موجود في الشو كله يعني. تمام. بس كانت صنفت ما بين ذكر وانتايه. كان ذكر واخد في الرينج بتاعه اول. تمام. في الاوبن. والنتايه برضو كانت نفس الكلام خدت برضو في الاوبن. ففي الاخر خالص المفروض ان احنا بقى بنشوف مين اللي خد اول في الذكر ومين خد اول في النتايه وبنبدا اللي احنا
نصنفهم ونشوف بقى مين فيهم اللي ياخد اول. فكان ساعتها كان الكاس دوت كان هي اللي كانت واخداه يعني. كانت روت وايلر ولا كانت جيرمان؟ روت وايلر. روت وايلر. انت بتحب قوي روت وايلر، انت تخصص انا متخصص روت وايلر. تمام. بس ماشي. احنا شفنا يا جماعه تواريخ حتى الحاجه نفسها مكتوب عليها تواريخ، يعني مثلا ايه دي 2012 برضو، دي اي تي اف برضو، دي كانت 2012. دي 2012. التواريخ فعلا قديمه. تمام. نكمل معاكم، احنا مكملين معاكم، هنفرجكم ده اسمه ايه؟ كوزموس. كوزموس. ده كاروت. ده كاروت. ده خط دم تيم التوج، حفيد دكتور اب وام، ابن سريتشكو تيم التوج. كوزموس يا جماعه ده ذكر للجواز صح؟ ده ذكر من الاربع ذكور اللي عندي. انت بتتجوز اصلا بجراوه ولا على حسب بقى النتائج. حسب النتائج. تمام. طب سواء يا جماعه هنجوز بجراوي او هنجوز زي ما اتفقنا لينا خصم. الخصم هيبقى هيعجبكم ان شاء الله. دخلنا احنا في الخصم اليومين دول معانا، داخلين على اصحابنا نرخم عليهم كل حاجه، داخلين نخسر. شرف لينا والله. حبيبي ربنا يعزك خالد. مكملين معاكم. هنخش نبص بقى، هنروح الجزء الثاني، هوريكم البوكسات الثانيه بالكلاب الذكور اللي موجوده في المزرعه. تمام. يلا بينا. مكملين معاكم يا جماعه في مزرعه كابتن خالد صالح روت وايلر. احنا دلوقتي ده جزء كده انا شفته، فبسال ده كابتن خالد ده ايه ده؟ فقال لي، فهو يقول بقى، قول لي ده ايه؟ ده جزء انا لسه برضو ما خلصش دوت. المفروض هيبقى زي ممشى للجراوي، منيش هيتعمل بالطول. تمام. للجراوي، بحيث ان ايه دوت هيبقى الاحواض ديت هتبقى معموله رمل زي اول حوض كده اهوت. تمام. الجرو برضو ايه مثلا عشان ما يجيلوش لين، الاعصاب بتاعته تشد، الجسم، الكلام ده كله. تمام. في نفس الوقت برضو بحيث ان انا الدكوره مثلا بالليل اطلعهم برضو هنا. الناس اللي هي مثلا جايه تتجوز يبقى الاربع دكوره مثلا موجودين ايه قدامهم، شايفينهم، يختاروا ما بينهم ايه اللي هم عايزين يجوزوه، بدل ما نطلع كلب. بس هو الاعتماد كله هيبقى مثلا هيبقى على الجراوي السن الصغير. طبعا انت عارف مثلا جواز السن الصغير بيبقى سهل ان هم يجي لهم لين او حاجه. فديت هتبقى سهله قوي في قصه ان هو ايه ما يجيلهمش تنشف عظمهم والعضلات والكلام ده كله. تمام. هي لما تخلص هتبقى فواصل كل بين واحد، هتبقى فواصل فاصل مع كل حوض لوحده. تمام كده. والبيبان هنا خلاص كده. وهو الكلب حتى لما يجي يجري بالطول، هيجري بالطول تمام. في الرمله، فهيشد مع شويه الشمس الكلام ده كله. تمام. الدنيا بتبقى جميله يعني. هو الفكره يا جماعه كابتن خالد لسه ما قفلش المزرعه كلها، احنا جينا احنا شغالين لسه فيها بس ربنا يعينك عليها بقى. ربنا يخليك يا باشا. طيب نخش جوه بقى نتفرج الناس على البوكسات. ماشي اتفضل. احنا هنا كده هنبدا من هنا ده هنا عندي الملعب كله. تمام. الملعب طبعا بنسيف فيه الكلاب على مدار اليوم. نبدا نبدل مثلا كل كلب مثلا ايه، يعني بنشوف مثلا كلبين او 3 كلاب بيقدروا ان هم يتاقلموا مع بعض، يلعبوا مع بعض، فبنسيبهم ايه، ما فيش خطوره بينهم مع بعض. فبنسيبهم مع بعض. الجراوي برضو نفس الكلام. لان طبعا الكلب لازم على مدار اليوم لازم يتحرك، ما يفضلش قاعد في البوكس وبس وكده يعني، لازم يتعرض للشمس وحاجات دي بتنفع برضو في عظمه وفي جسم الكلب عموما يعني. طب بص بقى استاذنك، هناخدها من الاول هنا من البوكسات اللي هي الفاضيه لسه اصلا ما خلصتش برضه. هل هنطلع بيها عادي؟ تعالى يا باشا نوري الناس اصلا البوكس هيبقى عامل ازاي بعدين لما يتشطب. هو برضه شبه لسه ما خلصش. هو لسه ما خلصش حتى زي ما انت كده خالد من بعيد كده هنجيب الشكل بس كله. هي البوكسات دي متقسمه نصين، نص بحيث ان الكلب مثلا يبقى جوه، الاكل الشرب البيات بتاعه يبقى جوه. الفتره بقى بتاعت الصبح بقى مثلا ان هو ايه يتعرض، ديت هتتعمل هتتفرش كلها توب سن. تمام. التوب سن برده جميل جدا برده بالنسبه لايدين الكلاب والكلام ده كله. تمام. بحيث ان ديت برده تبقى برده متعرضه للشمس، والجزء اللي ورا دوت هيتعمل بقى ايه سقف يبقى ضله، بحيث ان هو يبقى مكان يبات فيه. تمام. بس انما بره يتعرض بقى ايه للشمس على مدار اليوم، ايه يفضل متعرض بقى براحته. تمام. بس هي مساحه البوكس ما شاء الله كويسه جدا. ما شاء الله. ده البوكس دوت ياخد له مثلا 3 كلاب مرتاحين ما شاء الله. عدد البوكسات يا جماعه هنا حوالي مثلا 10 بوكسات او 8 بوكسات. 8 بوكسات. يعني مساحتهم حلوه ومتقفلين كويس جدا. تمام. هنيجي بقى كده نقول كده ده احنا هنا ده بوكس، ده ايه ده؟ ده بوكس برضو، بوكس ومعمول له زي منيش برضو ايه ليه لوحده برضو ايه يعني للكلب ذات نفسه، بحيث ان هو يبقى جوه المبيت بتاعه، والصبح برضو ايه على مدار اليوم يبدا يخرج فيه يتحرك. بس تمام. لسه برضو عايز يتعمل ده يبقى نفس الكلام تقريبا. ده البوكسات دي كلها نفس الكلام. تمام. بس ده مبيت اهو زي الكلب ما هو جوه كده اهوت.
تمام. على مدار بقى الصبح بقى في شويه الشمس طبعا عشان الجو دلوقتي يعني غالبا كده هتمطر، فاحنا ايه حابسينهم بقى جوه. ربنا يستر. تمام. ماشي نمشي كده سنه مع بعض. وهنا برضه نفس الموضوع، هنا البوكس يا جماعه بيفتح هنا. ايوه ده الموضوع اللي انت شايفه ان هم يخرجوا بقى ايه. هي دي ده عملوا برضه الحمام بتاعهم يعملوه بره، ما يبقوش برضه جوه الاوضه يبهدلوا نفسهم كده يعني. تمام. ودي انتايه؟ دي انتايه. عندها دي عندها 2 سنين. تمام. دي انتاجك انت؟ لا مش انتاجك. دي انتايه جايه اقامه اصلا. اقامه؟ اقامه جوازات. هي اصلا المفروض ان هي بتتجوز اليومين دول، فهي جايه اصلا اقامه عشان تتجوز. تتجوز وتمشي يعني. تمام. تمام يا باشا اتفضل تعالى. هنا ايه ده؟ دي انتاجي. اصل شكلها مجنونه. بتاع مش مقفول حلو. دي انتايه عندها سنه. عندها ايه؟ عندها سنه. سنه؟ تمام. ما شاء الله. دي بنت ذكر عندي اسمه هوريكان، موجود برضه هتشوفه. تمام. وامها برضه انتاجي اسمها مزاراتي. ما شاء الله. بس لسه ما اتجوزتش؟ لا لسه صغيره سنه. لسه صغيره ما شاء الله. تمام. طيب احنا يا جماعه هنطلع فاصل بقى، خليكم معانا مكملين معاكم عشان نخش بقى على الديكوره، نجيبها لكم واحده عشان خاطر ما نتوهش من بعض. خليكم معانا مكملين معاكم يا جماعه. دخلنا البوكسات جوه عند كابتن خالد صالح، هنوريكم برده شكل البوكسات اللي جوه عامله ازاي عشان لو في حد اقامات او حاجه. البوكس هنا يا باشا، وبرده في كلاب موجود هنا، هفرجكم برده على شكل الكلاب. دي انت يا رط صح؟ طب اطلعي ولا ايه؟ انت كنت عماله تطير عليا دلوقتي. يلا ايوه اهي. دي عمرها قد ايه دي؟ دي عندها 5 سنين. 5 سنين. انتاجك دي ولا؟ لا دي اخت الذكر اللي عندي اللي هو اسمه بنتلي اللي احنا صورناه. تمام. ده نفس العمر يعني؟ لا نفس الاب بس ام ثانيه، فهي خلفه ثانيه. تمام. بص عماله تطير عليا من شويه. ايوه كده. اسكا ايه ده؟ ايه ده؟ الحاجه اللي غريبه في المزرعه بقى يا جماعه هي دي. تعالى كده خليل بعد اذنك ورينا دي. كيكي. تعالي. دي انتايه جيرمان. عندها قد ايه بقى؟ دي عندها 3 سنين ونص. 3 سنين. دي انتايه جيرمان اللي انا كنت قايل لك عليها، كلبه بسم الله ما شاء الله. يعني انا اصلا مربيها عشان خاطر الشهاب بتاعت الاس في. لان هي اصلا البيدجري اللي معاها بيدجري اس في دوت اللي هو تابع لالمانيا، فانا مربيها اصلا عشان الشهاب بس. فهي بسم الله ما شاء الله، حتى لو تاخد بالك كان جوه البوكس بتلف ايه اكنها بتلف رينج مع نفسها. ايوه تمام ما شاء الله. الله اكبر. دي بتمسك الدرع زي ما انت قلت؟ دي هنطلعها برضه هنوري الناس. طيب بتمسك الدرع وكمان. ماشي. هنا في حاجه؟ هنا البوكس فاضي. البوكس فاضي تمام. البوكس فاضي. بص بقى هات لي بقى مساحه البوكس بعد اذنك. ورينا البوكس عامل ازاي من جوه. ده بوكس مفتوح كده، هنوريكم بس شكله. تمام. وهنا في انتايه رط. دي انتايه ايه؟ عندها قد ايه؟ دي عندها 4 سنين وشويه. تمام. تفرق منها برضه. تمام. هنا ايه ده؟ دي انتايه برضه انتاجي عندها 2 ونص. تمام. دي كانت بنت ذكر عندي اسمه اوسكار، كان معروف باوسكار الدبابه. كده بتزوم علينا. طيب ماشي. هي طالعه على ابوها. ابوها كان رخم حتى برضه معايا. ايه دي بتنتج منها؟ دي انا اصلا يعني كنت بايعها لحد، فهو جايبها اصلا برضه اقامات جوازات. ده في جيرمان تاني هنا كمان. تمام. في جيرمان تاني. في انتايه جيرمان دي برضه جايه اقامه. دي اقامه؟ اسكا. ما شاء الله باشا. دول بقى ودول بوكسين فاضيين صح؟ دول بوكسات فاضيه. الكلاب اللي هي موجوده بره. تمام. ماشي. احنا لسه مكملين معاكم يا جماعه. هنطلع بره نفرجكم بقى على الكلب الانتايه جيرمان وهي بتمسك الدرع
وكان في في كوزموس عندنا كوزموس برضه بيمسك الدرع. بيمسك الدرع. هنفرجكم على الموضوع دوت، هنشوف هيعمل معانا ايه. الاول احنا في كابتن خالد عنده قناه تيك توك صح؟ باسم ايه بقى؟ باسم خالد صالح. خالد صالح بس كده؟ مفيش اي حاجه جنبها؟ لا هو خالد صالح _1. ايوه بالظبط تمام. خش اعملوا سيرش عنها هتلاقوها. هتلاقوه بينزل معلومات مهمه جدا على فكره عن الروتوايلر، والموضوع هيعجبكم يعني. خليكم معانا. كملين معاكم يا جماعه، هنوريكم شكل الديكور اللي عند كابتن خالد صالح وهيقول لنا تفاصيلها ايه والنادي للجواز. قول لي يا كوتش، ده هنا ايه؟ في عندي دوت هوريكان، دوت عنده 4 سنين. تمام. 4 سنين ونص. تمام. ده ذكر جوازات. ده خليه كده الفترة اللي فاتت يعني ده حفيد ريكس تيمت توجا. الفترة اللي فاتت كنت معتمد عليه برضه للجوازات منه موت، للدكورة برضه التانيين اللي موجودين في المزرعة. تمام. وحفيد فريقه برضه، حفيد فريقه ده بطل عالم. تمام. ففي دم يعني ما شاء الله عليه. ما شاء الله. وده بنتلي، ده اكبر ذكر موجود، ده عنده 6 سنين. ده انا برضه مربي برضه منه نوتش. تمام. البكوره برضه الثانيه اللي عندي. ده ابن مين بقى ولا ايه؟ دوت ابن ذكر اسمه سفير، حفيد ريك دالر. ده كان واخد برضه بطولة العالم. تمام. وهنا وده كوزموس اللي اتكلمنا عليه، اللي هو حفيد دكتور اب وام، حفيد دكتور تيمت فورب، ابن سريتشكو تيمت فورب. دوت عنده 2 سنين وشهر. دوت يعني ان شاء الله الاعتماد اللي جاي كله هيبقى عليه ان شاء الله. مع الذكر اللي انا لسه جايبه برضه بربيه، بس لسه صغير يعني، ده عندي في البيت. ما شاء الله. تمام. وده مايلو عنده 2 سنين. ده انتاجي. تمام. ده ابن بنتلي اللي هو حفيد ريك دالر. تمام. ده برضه معتمد على برضه في الجوازات المزرعه عندي. بس دوت انا مربي باخته اللي هي كانت موجوده في البوكس الاولاني اللي هي اسمها مارسيل. بس نفس العمر يعني؟ نفس البطن يعني. نفس البطن. تمام. طيب نوري الناس بقى والكلاب بتمسك في الدرع بقى بعد الدكتوره ما شافوها. تمام. هنوريكم نتائج جيرمان وهي بتمسك الدرع وكوزموس برضه صح كده؟ يلا بينا. ايه برافو كيك، برافو. سيب لها بقى الدراع، برافو. تعالى خد. يلا كيكي تمسك الدرع. برافو كيكي، برافو. تمام كده يا باشا. ان شاء الله. برافو كيكي. برافو كيكي. خلاص اوت. هو هيجي على الدراع على طول. صدر له انت الدراع. صدر له انت الدراع. خلينا امسك. خلاص سيبها له. تعالى يلا. احنا يا جماعه النهارده كنا معاكم عند كابتن خالد صالح في جمعيه احمد عرابي. فرجناكم على المزرعه وعلى المستويات اللي موجوده عنده، نيتي وكوره. شكل البوكسات، المساحه هنا عامله ازاي، الكلب شكله هو كان عمال يا عم اهدى بقى
كان عمال يصور علينا من شويه. كابتن خالد عايزين رقم تليفونك او عنوان المزرعه. انا المهندس خالد صالح، مزرعه فوم هاوس جوم. رقم الموبايل 0120 68 211. تمام. في اي حاجه عايز تضيفها لنا باشا بعد ما نقفل؟ في عندي الاكونت على الفيسبوك خالد صالح، تمام، او تعمل سيرش برقم الموبايل سواء على الفيسبوك او على الانستجرام او على اليوتيوب او على التيك توك، هيظهر لك الاكونتات بتاعتك. احنا قلنا رقم التليفون 0120 68 211. تمام. كوزموس يا جماعه كان مبهدلني من شويه. كوزموس تيم توك. ربنا يبارك حبيبي. ربنا يخليك. ايوه شرفتني والله العظيم يا ابراهيم. تسلم لي حبيبي. ربنا يخليك يا رب. ايوه الله يخليك. كنت معاكم ابو كنزي على قناه مزايا بجامعه احمد عرابي عند الاستاذ خالد صالح. استنونا في كل جديد. سلام.